أعزائي مشاهدي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. النهاردة بإذن الله هنشرح حاجة بسيطة جدا هتفيد الصنايعي وهتفيد المبتدئ وهتفيد رب الأسرة أو ربة الأسرة. بداية أدعوكم لعمل اشتراك في القناة وعمل إعجاب للفيديو، وطبعا يا ريت نشار الفيديو عشان الفايدة تعم على الجميع، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يصلكم المحتوى أول بأول. على السريع كده هنجيب قطعة قماش 5 متر ونركب لها شريط 2 فتلة عادي جدا، وهنتنيها 2، نقسمها 2 يعني مش هنتنيها بس مجرد تانية. نجيب الطرف على الطرف عشان نوصل للسنتر لنص القماشة بالظبط، ده نص القماش، وهناخده ونقعد على مكنة الخياطة. طبعا الفكرة دي أي حد ينفذها في البيت، الصنايعي ممكن يستخدمها، هتوفر معاه قماش. لو حد عنده ستارة بسيطة كده ممكن ينزلها وينفذ معانا الفكرة دي. هنقيس من عند الإبرة وانت داخل لجوه للفرغة بتاعت المكنة 7 سنتي ونص، ونجيب السنتر القماشة متنية وندخلها عند العلامة وندوس عليها بالإبرة كده يبقى أنا عملت كسرة 7 سنتي ونص. وبعدين أقيس 20 سنتي وأعمل نفس التانية، وأدخل القماشة تاني جوه عدها 7 سنتي ونص، وهكذا. طبعا هنصور من أكتر من زاوية عشان الفكرة توضح للناس اللي ما عندهاش خلفية عن التكسير. نقيس 20 سنتي ونتني القماشة وندخلها جوه المكنة 7 سنتي ونص، بنبقى عاملين علامة شغالين عليها. يبقى معايا الفارغ لو شلنا 7 سنتي ونص من 20 يبقى اتفضل كام؟ 12 سنتي ونص. يبقى معايا الفارغ 12 سنتي ونص ما بين كل كسرة وكسرة، والكسرة 7 سنتي ونص على في 2 ب 15 سنتي. يعني الفكرة كلها ان احنا بنجيب السنتر بتاع القماشة ونتنيه ونعمل كسرة 7 سنتي ونص، وهنصور من زاوية مختلفة، من أكتر من زاوية مختلفة علشان الفكرة توضح. دي تصوير من زاوية مختلفة. هنقيس 20 سنتي وبعدين ندخل القماشة، العلامة اللي جوه دي في مغناطيس بعد 7 سنتي ونص. نقيس 20 سنتي وندخل بعد الإبرة 7 سنتي ونص، وهكذا وهكذا لحد القماشة ما تخلص معايا. واجيب الناحية التانية. طبعا انا عملت بدأت من السنتر ومشيت مثلا ناحية الشمال، بيبقى معايا الناحية التانية ناحية اليمين لسه ما خلصتش، بخلص الناحية الشمال بجيب تاني الناحية اليمين، واخر كسرة كده معايا لحد اخر كسرة بدخل جوه المكنة 7 سنتي ونص واقيس 20 سنتي لحد القماشة ما تخلص. ال5 متر دول عملوا معايا كام؟ 2 متر ونص. وده طبعا ما بيحصلش، لان اقل كمية قماش استخدمها في عمل خلفية للستارة المفروض حوالي 6 متر وربع بالنسبة للستارة 2 متر ونص، لكن دي احنا كسرناها الضعف بالظبط. يعني الستارة 2 متر ونص خدت مني 5 متر قماش. ابدأ من النص واعمل كسرة 7 سنتي ونص واسيب فارغ كام؟ 7 سنتي ونص من 20 هيتفضل معايا 12 سنتي ونص، وهكذا وهكذا. وبعدين في الاخر بقوم جاي مطبق منيم الكسرة من فوق من عند الشريط ببنطتين، بنطة فوق على اول الشريط وبنطة على اخر الشريط. وبكده تكون الخلفية معايا وفرت فيها بالنسبة للموديل اللي معانا، وفرت حوالي متر وربع اقل حاجة، اقل تقدير يعني انا عشان اكسر تكسير صح لابد المتر بياخد 3 متر، ده المتر خد متر بس، يعني 2 متر ونص الموديل معايا، وبيطلع معايا الشكل في الاخر زي ما حضراتكم شايفين. كسرات
واقفة ماسكة نفسها. دي الفكرة دي ممكن ينفذها أي حد في البيت. لو عندك ستارة يعني شكلها مش ظريف نزلها واعمل الخلفية بتاعتها بالطريقة ديت، هتديك منظر لطيف تقدر تعايد بيه شكل جديد من غير ما تكلف نفسك. ممكن لو ست بيت ما عندهاش مكنة ممكن تستخدم الإبرة بالقياسات اللي احنا اديناها لها، ممكن تستخدم الإبرة عادي، أو ممكن تاخدها عند أي حد وتقول له على الفكرة وهو يعمل لها الفكرة ديت وينفذ لها الفكرة ديت، وهيبقى منظر الستارة عندها جميل. دي قماشة عادية جدا على فكرة. أتمنى لو فكرة عجبتكم تعملوا شير للفيديو عشان تعم الفائدة على الجميع، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم المحتوى أولا بأول. وكل عام وأنتم بخير. كان معكم سلامة أيالة، دمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.